نجوم الفريق الجوكر عايز يبارك لك، طبعا ما لحقش يكلمك لكن هو معايا على التليفون. كابتن احمد فتحي، السلام عليكم يا كابتن احمد ومبروك. وعليكم السلام. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا محمد، عامل ايه؟ ربنا يكرمك. شيخ طه. اهلا يا احمد. وكابتن محمد يوسف سامعك كمان. ازيك يا كابتن محمد؟ والف مبروك. الله يخليك يا فتحي، مبروك عليك. وخلاص الانذارات راحت كده. فتحي ان شاء الله جاهز نفسك بس تشتغل. كابتن والله الانذارات باخدها، انت عارف يا كابتن باخدها ازاي؟ انا عارف يا فتحي، ما انت قايل لي من يومين ثلاثه قبل ما نيجي الماتش. يعني هو فتحي، يعني انا عايز اقول بقى عشان قبل ما اسيب لكم فتحي من اكتر اللعيبه، مش في النادي الاهلي، الاكتر اللعيبه اللي في مصر بيلعب بروح 100% قلب 90 دقيقه. دي حقيقه 90 دقيقه دي حقيقه. فبعض الاحيان طبعا نتيجه حماسه ونتيجه الروح العاليه بتاعته بيبقى يعني عايز يجيب الكره في ثانيه، يعني عايز الكره دي ترجع للنادي الاهلي في رجليه ثاني في اقل من الثانيه. لكن يعني هو من اللعيب المميزين، وهو قعدني يخلص قال لي يعني الدنيا ان شاء الله اللي جايه دي هتمشي كويس من غير انذارات ان شاء الله. ان شاء الله. واحمد يعني في مباريات كتيره خلصها الحقيقه، يعني بالروح العاليه ديت بالتسديدات القويه بتاعته، بادائه العالي الراقي، هو جوكر بصراحه، وبيدافع او بيكمل في الهجوم. يعني ما شاء الله عليه. لاعب بيلعب يعني ده بيخليك اكنك بتلعب اتنين لعيبه في المكان دوت، ما شاء الله. يعني مهاجم مع الفرقه، مدافع مع الفرقه، وبيلعب بروح عاليه جدا. انا اعتقد حتى الروح العاليه دي مؤكد يعني بيستمد منها زملائه نفس الروح، يعني أكيد. بتستثيرهم ان هم يلعبوا بنفس الروح والحماس يعني. اكيد. انا عايز اشكر كابتن محمد يوسف عشان يلحق الاتوبيس، لكن كابتن احمد فتحي معانا. كابتن احمد طبعا مبروك الصعود، مبروك صداره المجموعه. اعتقد دخلنا يعني النادي الاهلي دخل مرحله الجد بقى، خلاص مرحله بقى يعني النادي الاهلي قرب من البطوله يا كابتن. والله يا كابتن يعني الحمد لله طبعا على التعادل النهارده، واللي احنا صدرنا المجموعه عشان مازين بيتغلب. بس البطوله كلها من اولها لاخرها بتبقى صعبه، ما فيش ماتش مختلف عن ماتش. بس البطوله قبل النهائي طبعا بيقربنا شويه اللي نلعب نهائي باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله اللي عندنا ماتش جامد مع سانشاين، نفكر ان شاء الله نصعد بس الاول على المباراه النهائيه، وربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله وناخد البطوله يا رب ان شاء الله. بس انت تشد حيلك بقى، خلاص مفيش انذارات بقى يا ابو حميد، خف شويه بقى من موضوع الانذارات ده. موضوع الانذارات يعني لا انا ممكن العب وما اخدش، يعني انا مش كابتن حسام، كابتن حسام خايف عليا ناخد انذار واتوقف بس يعني لا هو خايف عليك كمان برضه، ممكن وانت ما بتلعبش تاخد انذار برضه. لا هو ما بيلعبش ياخد انذار برضه. لا ده برضه يا احمد، يعني حته الانذارات يمكن انت الوحيد اللي بتاخد انذار في اللعب، يعني في التاكلينج. لكن في انا يمكن انتقدت بعض زملاء من اخواننا من اللعيبه اللي بياخدوا انذارات مجاني، يعني يشوف الحكم عشان فاول اتعمل عليه ولا ما اتحسبلوش حاجه. فهي دي اللي بيبقى يعني انذار بدون ثمن، يعني انذار مجاني، زي ما حصل مع سيد معوض وبركات وحسام عاشور في الماتشات اللي فاتت. لكن انت بتاخد انذار، بيقطع هجمه، بيوقف هجمه كده، بتعمل تاكلينج في وقت مناسب او وقت غير مناسب، لكن بتعمله. المهم يعني هذه الحاجات دي ما بتنتقص. الفكره بس في ان انا ايه، يعني يبقى عارف مكاني فين في اللعبه اللي ممكن تستحق انذار. يعني لو حاجه مثلا في نص الملعب او في نص الملعب الثاني مش محتاجه ان انا مثلا اعمل تاكلينج يكون في مجازفه باخذ انذار، قد ما يكون حاجه قريبه من الجول. لو حاجه قريبه من الجول مثلا على الجنب هنا ولا هنا، وهيفوت هيرفع هيشوط، ممكن احيانا بيبقى الواحد هنا حريص ان هو يمنع الهجمه. لكن لما بتبقى حاجه في نص الملعب بيبقى صعب ان انا اخد انذار على حاجه ما فيهاش خطوره كتيره، ممكن اجري جنب اللاعب واكمل معاه. لكن ان شاء الله هيكون لك يعني اضافات كبيره جدا في مباراه الدور قبل النهائي باذن الله تعالى. ان احنا محتاجين العزيمه والقوه، وانت بفضل الله تعالى عندك الروح العاليه والحماس والقوه الكبيره، وعندك قوه التسديد سواء في كرات ثابته او سواء في اثناء اللعب باليمين او بالشمال. وفي مباريات كثيره ربنا سبحانه وتعالى اكرمك وخلصتها، سواء في مباراه الدوري العام او في مباريات بطوله افريقيا. فبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ، ان شاء الله. ابو حميد، هو التريكه كان خايف منك ليه؟ اشمعنى انت اللعيب الوحيد اللي قال لك كده خايف اقابله؟ اشمعنى انت يعني؟ وانت يعني اشمعنى انت بالذات؟ لا هو الفكره ما خافش مني ولا حاجه، بس انا طريق ده عن اللزوم. لكن انا يعني انا عايز اوضح حاجه بس للناس، يعني عامه اللعيبه بتاعتنا احنا ديت لعيبه من احسن اللعيبه الاخلاقيه الموجوده في مصر. اكيد. اللعيبه كلهم محترمين جدا. يعني بصراحه الواحد لما جه النادي الاهلي
يعني الواحد ما زعلش من اللعيب، ما اتضايقش من اللعيب، بس موقف طريقة عدى وخلاص والموضوع انتهى. جميل. في ناس بتساوم كتير في الاعلام اللي انا على خلافات وانا ما بكلموش والكلام دوت، وان انت رفضت تتصل بيه وحاجات كده. لا انا هو المفروض هو كلم كل الناس وما كلمنيش انا. كان خايف منك. ما هو يعني لكن انا كلمته لقيت تليفونه مقفول كذا مره. وبعد كده لما جيت تمرين سلمت عليه وبوسته عادي والموضوع منتهي خالص، ما فيش حاجه خالص، واتمرنت معاه امبارح والنهارده. جميل. لكن في ناس طلعوا اشاعه بقى ما اعرفش في جريده الوطن تحديدا يعني اللي انا نزلت التمرين متاخر وما سلمتش عليه واتمرنت لوحدي. لكن لو انا يعني التمرين بالظبط فعلا انا جيت متاخر. لا يا ملك جيت متاخر فعلا يعني لكن وبعد كده عاشور جه ورايا متاخر الطريق كان زحمه ولا ايه؟ اتمرنا عادي. لا ده انا التمرين جنب البيت، لكن مش كده. لكن انا اصلا كنت فعلا النهارده كنت تعبان، وكنت بقول للدكتور بكلمه يعني ان انا مش هقدر اتمرن. بعد كده قال لي لا انزل حاول تجري وكده، فنزلت التمرين وكملت التمرين. وفي الاخر التمرين انا كملت عشان هو بالظبط اللي في الحوار بالظبط اللي انا وتاحه شوط على الجون. قعدنا نعمل شوط على الجون بعد ما خلص التمرين وكل اللعيبه كانت مشيت الا انا وتاحه. هو بقى مش عارف يعني هو يعني انا يعني اشمعنى انا اللي برضه كتبني انا اللي انا ما كلمش ابو تريكه واتمرنت لوحدي كده ورايا. فانا مش فاهم ايه وجهه نظرهم من الموضوع يعني. انا سعيد باحمد فتحي بالكلام اللي قلته الاول. انت فعلا اللي يعرف لعيبه النادي الاهلي انتوا كلكم فعلا يعني علاقتكم ببعض علاقه رائعه جدا ومحترمه جدا وعلاقه ممتازه جدا. مش يعني اتفضل قول يا احمد. يعني كون اللي ابو تريكه ياخد الموقف دوت يعني هو خلى الناس اصلا بتبهدلنا في كل حته. يعني انا بوضح معلومه بس للناس، لكن اللعيبه دي ما عملتش حاجه ومش ذنبها حاجه وبتيجي جنب الناس في كل وقت. لكن انا مش يعني انا الموضوع يعني انا مش متحمل علينا جدا. انا مش عارف اتحمل علينا ليه. يعني هي دي المشكله. يعني الناس يعني انا كنت رايح مثلا في الزقازيق وحصل مشاكل. ايوه. وامبارح كنت خارج برضه وحصل مشاكل. معاك انت شخصيا؟ معايا انا شخصيا ومع اي لعيب، والنهارده برضه ولاعيبه ثانيه برضه. يعني مش انا يعني انا بقول لك انا مثلا عليا انا اللعيبه ثانيه اصلا نفس المشاكل في كل حته. طب وبعدين يعني المساله فين؟ يعني بس هتوصل لايه؟ لا ان شاء الله توصل خير. بس اعتقد يا دكتور يعني انت ليك تعليق على النقطه دي بالذات، اتفضل. لا يعني هو الحمد لله انا حاسس انه يعني رغم صعوبه الموقف ورغم التداعيات اللي حصلت لهذا الموقف قبل اللاعبين وكذا، لكن انا حاسس انه يعني لعيبه النادي الاهلي من معدن عنده نوع كبير جدا من التسامح والمحبه. وطبعا الوضع باين لانه يعني ابو تريكه اعتذر وابدى اسف كبير جدا لما تعرض ليه اللعيبه والجهاز الفني واداره النادي من هجوم نتيجه لهذا الموقف. يعني هو حاسس ان الخطا بفداحه الموقف، انه يمكن العمليه دي خلت هناك يعني تحامل من الناس ومن الجماهير او الالتراس على باقي اللعيبه او على المجلس الاداره او الجهاز الفني. هو حاسس بيها، ولذلك هو في اعتذاره ما قدمش الاعتذار على ان هو يعني خد قرار غلط وبس، لا ده قدم الاعتذار على تداعيات القرار اللي هو خده، لانه حس بحجم التداعيات اللي حصلت بالنسبه لزملائه، ولذلك هو يعني اعتذر عنها بشكل كبير. هو صادق ابو تريكه في اعتذاره، وهو اخذ قرار. احنا اتكلمنا ساعتها قلنا يمكن يكون توجه ابو تريكه توجه كريم، انما في وقت غلط. يعني هو توجهه في شيء من التضامن مع الأرض، لكن في وقت غلط، وقت فيه الفريق كله والناس كلها عايزه المباراه تتلعب، فهو جه في وقت غلط. انما لو هو جه في وقت ما فيش فيه ضرر على اللاعبين وعلى الناس كلها خدت هذا الموقف، كان يجوز يبقى فيه. لكن هو خد القرار في وقت غلط، ما كانش حاسب لتداعياته. انا شايف انه العقوبه اللي عملها النادي الاهلي على ابو تريكه انا شايف انها عقوبه مزدوجه. طيب خلينا نتكلم عن العقوبه، بس يعني نقول لاحمد فتحي بس. احمد خلينا نحسبها ان شاء الله انها سحابه صيف وتعدي، يعني باذن الله سحابه صيف. والله يا محمد انا معاك في الموضوع ده يا محمد، ومفيش مشكله خالص من الموضوع. والجمهور مش هيستغنى عنكم وانتم مش هتستغنوا عن الجمهور. لا يا استاذ محمد، بس انا عايز افهمك حاجه، هنقل لك برضو الصوره. اتفضل. لا الموضوع صعب جدا، يعني الموضوع يعني انا برضو يعني
حط نفسك مكاني وانا مكان حضرتك مثلا. لا الموضوع صعب جدا. يعني الموضوع فعلا صعب. يعني احنا ما عملناش حاجه عشان يحصل فينا ده كله. يعني فاهم قصدي يا استاذ محمد؟ يعني انا بتكلم، بص لواحد جرب كذا موقف، انا ما بكذبش، وحصل برضه. والناس يعني انا مش فاهم الاعلام برضه دخلني، عمال يدخلني انا وابو تريكه في، انا احمد فتحي مش عايز يكلمه، احمد فتحي مش عارف ايه، احمد فتحي ايه، انا مش فاهم ليه. يعني اخر ما زهقت قلت لهم خلاص كلموا محمد ابو تريكه اسالوه، احمد فتحي اتمرن معاك وبيكلمك ولا ما بيكلمكش؟ يعني ما دام هم ممكن ما يسالونيش انا. فدلوقتي اكيد احنا الكذابين واحنا الوحشين واحنا اللي فينا كل حاجه. اتكلم. لا قلت لهم خلاص ما دام انتوا مش مصدقين انا اتمرنت معاه ونزلت معاه وهل حصل حاجه اسالوه هو. بالظبط. يعني يعني اكثر من كده ايه يعني وصلت الموضوع اللي كل الناس بتكذبك دلوقتي كمان. لا وانا اصلا من عادتي شخصيا احمد، انا من عادتي انا ما بحبش ولا ادي تصريحات ولا اتكلم في صحافه. انا عارف ده كويس. انا عامه انا بركز في كورتي، اما بتمرن مركز في ماتشاتي، بس هو ده اللي بعمله. انا عارف ده كويس ومتاكد من ده كويس، ودي يعني عادتك ودي طبيعتك انك مش بتحب لا تتكلم ولا تعمل ولا تظهر، ودي حاجه موجوده فيك، انا شخصيا اعرفها كويس. لكن محمد احنا بنمشي في كل حته دلوقتي، في ناس بتشتم وبتقل ادبها وكل واحد معاه مراته واولاده. طب يعني قول لي بقى نعمل ايه بعد كده؟ يعني هي المساله هي وصلت لكده دلوقتي فعلا. يعني طب انا ما بتكلمش وبتكلم، يعني انا لو اللعيبه كلها كلمتك دلوقتي بعد الماتش هتقول لك نفس الكلام. طب خليك معايا، استنى واحد حبيبك كده نبارك له على ادائه عموما، ونبارك له على الصعود. كابتن سيد معوض، السلام عليكم يا كابتن سيد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يخليك يا استاذ محمد. مبروك، الف مبروك الصعود لدور قبل نايك وصداره المجموعه كمان. ربنا يخليك. الله يسلم حضرتك. انا سمعت باحمد فتحي صح؟ طبعا حبيبك. حبيبك. ما كنتش مفتقد النهارده؟ افتقدناه طبعا. احمد فتحي من الناس المهمه جدا، اعتقد ان هو لو موجود النهارده كان فرق معانا كتير والله. لا والله، ولا هو عشان سمعك على الخط الثاني؟ لا والله هو عارف. كان هو بيفرق معانا قد ايه. وما قالش لو انا حاجه كده محمد هيطرب. يعني حبيبي بس اكيد كابتن سيد لسه كان كابتن احمد فتحي يعني بيتكلم على موضوع ان هو زعلان شويه ان الناس بتحطه في جمله مفيده ان هو ما بيكلمش ابو تريكه وان هو مش عايز يسلم على ابو تريكه، برغم ان هو بيقول الكلام ده ما حصلش، وان كلم ابو تريكه وتقابل هو ابو تريكه والامور ويتمرن مع ابو تريكه كل يوم. يعني هو زعلان من الحته دي برضو يعني كابتن احمد فتحي، ويمكن مأثره فيه شويه يعني. هو محمد مبدئيا يعني في حاجه بصفه عامه كده، هو الموضوع حصل وخلص. يعني احنا عايزين نفكر في اللي بعد كده، يعني حاجه حصلت وخلصت. حاجه في الداخليه دي بينا وبين بعض، يعني احنا علاقتنا اكبر من اي حاجه. يعني ما حدش يقدر يدخل ما بيننا ويخسرنا بعض خالص يعني. ايا كان الموقف اللي حصل، لا يعني ابو تريكه واحد مننا، واحنا الحمد لله كلنا بنحبه وهو عارف واحنا كلنا عارفين. يعني الحاجه دي ما بيننا، يعني احنا سواء في معظم اللعيبه، لا كلنا واحد يعني الحمد لله. احنا علاقتنا في النادي الاهلي يعني كل اللعيبه دي اخوات كلهم حبايب. نفس الكلام على فكره قاله احمد فتحي، وكانك كنت سامع بدايه المكالمه، يعني نفس الكلام قاله احمد فتحي واكد عليه. يعني انا عارف انت في الملعب، ما انا عارف انك ما تسمعش. انا بقول لك يعني واضح ان هو شعور جماعي ليكوا كلكم. انا عايز اقول سيد مبروك يا ابو السيد. ربنا يخليك حضرتك يا دكتور. ربنا يخليك. الف مبروك يا يعني انت لعبك بيحلو كل يوم عن الثاني. ايه الحكايه؟ وانا مش عارف انا يعني راجع للحاجات الجميله. مش عارف موضوع السبعه دي ايه حكايته في السبعه دي دلوقتي؟ ده عمل سبع مرات النهارده. الله يكرمك يا دكتور. وده برضه ده حاجه جميله يا سيد والله. بس انا عايز اقول بالنسبه للموضوع هو طبعا الحادثه اللي حصلت هي لها تداعيات كبيره، حصلت تداعيات سلبيه على اللعيبه وعلى الفريق، اللي هي طبعا بعض الجماهير اللي هي ما زالت يعني حست انه او فاهمه غلط. لكن هو الحقيقه لما نرجع برضو، انتوا هو ابو تريكه زميل لكم طبعا، انتوا عارفينه كويس. اكيد. هو لو يعرف ان تداعيات الموضوع ده كده يمكن ما كانش عمل خالص. لكن هو خدها ببساطه وبحسن نيه ان هو يتضامن مع الناس وحاجه زي كده. لكن انا اعتقد بدليل ان هو كل اسفه منصب على ما اصاب اللعيبه والجهاز الفني من تداعيات هذا الموقف والحرج اللي اتحطوا فيه نتيجه لهذا الموقف. فهو الحقيقه يا سيد انا شايف ان هو يعني حصلت دي بحسن النيه، صحيح لها تداعيات كبيره ومؤسفه وزعلت اللعيبه وحطت اللعيبه في مكانه ما هياش كويسه، لكن انا شايف انه
يعني انتوا اوسع صدرا، ويعني انتوا اخوه كلكم مع بعض، وهو اعتذر وخد عقوبه. فانا اعتقد ان احنا يعني نحاول بقدر الامكان ان الموضوع يعني ينتهي وتمشي الامور بقى في سكتها الصحيحه، وعفى الله عما سلف. ومؤكد هذا درس كبير جدا سواء له هو او للناس كلها، انه يعني الواحد فينا برضو لما ياخد قرار لازم يبقى دارس تداعياته قبل ما ياخده، حتى انه ما ياخدش القرار ويحس بعد كده بندم ان هو القرار ده اساء الى زملائه او اساء للاخرين. يعني اتفضل يا كابتن سيد. هو اكيد محمد زي ما الدكتور بيقول، يعني احنا موضوع وخلص وحصلت مشكله او في تداعيات شغاله لحد دلوقتي، اعتقد احنا اخوات يعني خلاص، واي حد يعني ممكن كان عامل اللي عمله فالامور عاديه. يعني احنا الامور الحمد لله عدت على خير. نتمنى ان شاء الله ان الناس كمان يعني احنا الحمد لله احنا عايزين نوصل بس رساله يا محمد لكل الناس، والله احنا ما قصرنا في حاجه. احنا لو في ايدينا حاجه كنا عملناها، انما احنا ما قصرناش في حاجه. احنا كل اللعيبه يعني احنا لو في ايدينا حاجه ولو طلب مننا حاجه وحسينا ان هيبقى لنا ضوء هنعملها في ثانيه. فاحنا ما عندناش اي مشكله خالص، يعني احنا كلنا واحد. طب الموضوع عدى على خير. طب انا هسال سؤال وهو موجه لكابتن احمد فتحي وموجه لكابتن سيد معوض. اساله لكابتن احمد فتحي. كابتن احمد، يعني هل اتمنى ان الفتره اللي جايه يبقى انتوا عندكم سعه صدر اكتر في الفتره اللي جايه كلاعبين عشان تمر العمليه دي، يعني لغايه ما تمر كده ان شاء الله. والله يا استاذ محمد انا والله ما عندي مشكله. انا عارف بس انت مضايقك. انت مضايقك. انا هسالك سؤال يا استاذ محمد ورد عليا فيه. اتفضل. لما تلاقي 5 6 7 بيشتموا فيك معاك ومعاك ولادك، لا طبعا معاك طفله عندها 4 سنين، لا 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 وبتسمع الالفاظ دي، الفاظ انا مش عايز اقولها. لا 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 طبعا ما ينفعش. لا ما ينفعش. وانا بقول لك والله العظيم حصل كده. انت صادق. يعني والله العظيم حصل كده. طب انت تقول لهم ايه؟ طب انت ترد عليهم تقول لهم ايه؟ لا ما تردش خالص طبعا. لا ما تردش خالص. ما هي دي المشكله. انت بتمشي. طب انت الطفله اللي معاك دي تعمل ايه؟ ما ينفعش. يعني ما هو عشان كده احمد برضو احنا المفروض بنتكلم برضو بنوجه كلامنا لبعض الجماهير ان لازم تفهم انه النادي الاهلي واللعيبه كل واحد قام بدوره على اكمل وجه فيما يختص بهذا الامر. النادي الاهلي عمل شغل كبير جدا في هذا الامر، سواء في توزيع مبالغ ماليه، سواء في ارسال ناس للعمره. اللعيبه تضامنت في هذا الامر برضو، حتى بان انه ليس هناك اي فرح في مباراه MP، برضو تعبير بيبين. فانا برضو بوجه كلامي لبعض الجماهير وليس لكل الجماهير طبعا، هم قله في اللي بيعملوا كده، ان لابد ان يفطنوا انه وحده الفريق للنادي الاهلي هو وحده واحده، مش محتاجه الكلام الان ولا المزايده. اذا كان بيحب النادي الاهلي يبقى بيحب النادي الاهلي عشان اداؤه وعشان التزامه وعشان النتائج اللي بيعملها وعشان المواقف اللي عملها النادي الاهلي تجاه الشهداء. اما اذا كان المساله مساله مزايده بقى وكل واحد عايز يزايد وانا مش عارف انا عندي الوفاء وانا مش عارف كذا من هؤلاء الجماهير، فاحنا بنوجه الكلام لهم برضو، لان احنا يهمنا ان هؤلاء الجماهير ينصهروا ايضا مره اخرى، ينصهروا في بوتقه جماهير النادي الاهلي كلها اللي لها الوحده دايما، كل توجههم واحد، مفيش انشقاقات بينهم، حبهم للعيبه اللي بيأدوا بيسعدوهم بيعملوا لهم نتائج ديت كل وقت، نتائج وبطولات دي كلها حاجات لها ثمن. يعني صحيح الجمهور بيقف ويا الناس وبيشجع وكل حاجه، لكن في المقابل اللعيبه بتحرم نفسها من ملذات كثيره جدا، من سهر، من كذا من كذا من كذا، عشان تفضل في حاله بدنيه جيده وحاله نفسيه جيده تستطيع ان تفوز بالبطولات. فما قدموا لعيبه النادي الاهلي للجماهير يوازي ما قدموا الجماهير للعيبه واكثر. فلا بد ان الجماهير بقى اللي هتزايد شويه جماهير، شويه اولاد صغيره، لازم يفطنوا ويعرفوا انه الان المساله محتاجه وحده صف سواء بين الجماهير او اللعيبه، على اساس ان النادي الاهلي يسير في البطولات بتاعته. واذا كان هناك حادث عارض حصل فهذا الحادث العارض انتهى، والنادي الاهلي خد فيه القرار التربوي اللي هو بيراه مناسب دايما، ولكن طالما حصل القرار اتخذ والعقوبه قبلت، اذا الامور لازم تسير في مجراها الصحيح. انا بوجه هذا الكلام للجماهير، مش بوجهه. انا عارف اللعيبه بتتحمل، وعشان كده انا بقول معلش نتحمل ونتسامح. وانا شايف انه ابو تريكه ما كانش عنده تصور لمقدار التداعيات اللي حصلت واللي اساءت للعيبه بعد كده.
طيب. لكن في النهايه الفرقه لازم تبقى وحده واحده، الجماهير لازم كلها تنصهر مره واحده، وما نقفش عند اي حدث عارض ونقف عنده جنبه ونفضل متجمدين بقى وعاملين مشاكل وده يشتم وده يعمل. اعتقد هيبقى سلوك مش كويس. كابتن سيد. استاذ محمد زي ما فتحي قال وزي الدكتور رضا، انا مش هزود حاجه الا حاجه واحده بس، يعني مش هقول كل اللعيبه. بص يا استاذ محمد بكل صراحه، جزمه اي واحد شايف فوق دماغنا من فوق، ويعني احنا يعني بنحترمهم وعايزين نقف معاهم كل ما نقدر، والحمد لله وقفنا، ولو طلب مننا اي حاجه هنقف معاهم تاني. بس احنا لو اتقال لنا هم عايزين ايه احنا هننفذه الثانيه، يعني لو حاجه هتفيد في القضيه وهتفيد كل حاجه احنا معاهم، احنا ما فيش اي مشكله خالص. بس ونتمنى ان الناس تهدى، يعني احنا كلاعبين، هو انا اتمنى كمان ان ابو تريكه يوضح دورنا احنا كلاعيبه، يعني يمكن انا قلت الكلام ده لابو تريكه، يعني لازم يوضح دورنا احنا كلاعيبه، الناس تعرفه. يمكن الدور ده كان خفي واحنا ما كناش نتمنى ان هو يظهر لحد او الناس تعرف، بس مضطرين دلوقتي ان الناس كلها لازم تعرف دور اللعيبه ايه. تمام. اول القضيه لحد النهارده اللعيبه عملت ايه كلها، لان احنا اشتغلنا كواحده واحده من اول يوم، يعني كل اللعيبه راحت البيوت، معظم اللعيبه سافرت بلاد، يعني اعتقد انا زي ما قلت لحضرتك كده، يعني جزمه اي شيء فوق دماغنا من فوق، احنا بنحترمهم جدا ويعني مقدرين شعورهم جدا واحنا حاسين بيهم، يعني اي حد في مكانهم هيبقى عنده نفس الشعور ده وهيبقى زعلان، واحنا كمان زعلانين على زعلنا، فنتمنى ان شاء الله ان الامور تعدي يا رب، الايام الجايه كلها تكون خير يعني يا رب. انا عايزك يعني اقول لك مبروك وتحياتنا لكل اللعيبه ومبروك صداره المجموعه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد. كابتن احمد فتحي، عايز اقول لك حاجه في الاخر برضو زي ما قلتها للكابتن سيد، النادي الاهلي انتوا كلكم وحده واحده، سواء لعيبه وجهاز واداره وجماهير، دي هذه وحده واحده، حتى وان حصل يعني شقاق او شرخ زي ما سميناه في الاستوديو اللي فات، اعتقد ان انتوا تمتلكوا من الخبرات. انا عارف ان انت زعلان وان انت وليك حق بالموقف اللي حصل لك ده، ليك حق انك تزعل، لان ما ينفعش طبعا ان حد يتعرض لاي سباب وبالذات معاه اهله ومعاه بيته، ده ما ينفعش. لكن يعني اقول لك احتسبوا، مش هقول لك اكتر من كده. والله يا محمد زي ما سيد معوض قال، يعني هو كان مش هزود على كلام سيد معوض، بس يعني اكيد في ناس كتير عارفه احنا عملنا ايه. انا عارف ما بنتكلمش على اي حاجه ولا بنتكلم على خير عملناه ولا بنتكلم على اي حاجه، بس يعني ما يعني احنا مش عايزين. انتوا عملتوا واحتسبتوه عند ربنا سبحانه وتعالى بس. لا احنا يعني الحمد لله يعني هي فرقتنا كلها كده على طول يعني. انا عارف. فالموضوع دوت احنا مش فارق معانا، ابو تريكه اخونا واحنا بنحبه، هو عارف حتى لو اللعيبه زعلت منه زي ما الناس قالت، هو عارف هي زعلت منه ليه، عشان هو قيمه كبيره وكل اللعيبه بتحبه. يعني انت ولو واحد انت ما بتحبوش مش هيفرق معاك يعمل اللي يعمله. بس هو ده يا محمد اللي الناس لازم تفهمه. يعني انا واحد، يعني هو عارف ابو تريكه ازاي، انا بحبه ازاي، هو عارف. يعني ولو هو قال حاجه غير كده هو ممكن يقول يعني انا مش يعني، بس انا عمري ما قلت له الكلام ده، ممكن اقوله لحد غيره، لكن انا بحبه، هو عارف انا بحبه ازاي وبحبه اكتر لعيب في الفرقه كلها. لكن ما يجيش بقى حد يوقع ما بيننا والموضوع انتهى، هو غلط وخلاص. واكيد ممكن لو انا زعلان من واحد صاحبي ممكن يومين ثلاثه والموضوع يقصى، ممكن يومين، يكون يوم، الموضوع انتهى خلاص. واحنا لما خدنا اي قرار احنا خدناه عن طريق النادي، بنسمع كلام النادي، وده احترام لمبادئ النادي وكلام النادي. بس يعني هو ده اللي انا عايز اوصله برضو للناس، والموضوع انتهى خلاص. وبس يعني مش عايزين بس يحصل مشاكل، واتمنى يعني من الناس كلها اللي يتحرى بصدق بس في كلامه. اكيد انا معاك 100%. يعني ما يكتب حاجه، لازم يتحرى بصدق في اي كلام يقوله عشان ما يوقعش بين اي حد. بس يعني اعتقد اكبر دليل، اكبر يعني توضيح للناس ان انت دلوقتي على الهوا، بس انت احمد فتحي بجد يعني وقلت للناس كل حاجه، واعتقد ان الناس سمعتك. وعايز اقول لك مبروك برضو. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. شد حيلك بقى وخف من الانذارات شويه، عشان الدكتور المره الجايه مش هيسكت لك. انا بقول لك اهو، المره اللي فاتت كده مسكت الدكتور كده وقلت له بلاش احمد فتحي يعني. لا بس احمد ما انا اتكلمت على بركات وعلى سيد معوض. ده بقول لك ده الجوكر ده لا في اي حته بيسد ما شاء الله عليه يعني. جميل خلقا ولعبا. توفيق يا كابتن احمد ان شاء الله. شكرا يا محمد، معلش لا بالعكس رخمنا عليكم في الكلام. لا طبعا يا كابتن، دي قناه النادي الاهلي وقناتكم، ولازم ودي منبر ليكم كلكم، كل واحد لازم يطلع يتكلم يقول وجهه نظره ويتكلم مع جمهوره. انا بشكرك شكرا جزيلا.